كلمتين كده نحب نقولهم للسادة المسؤولين بقناة الأهلي ومجلس إدارته. إبراهيم سعيد كابتن الخطيب أو أي مسؤول. كابتن إبراهيم سعيد رجع أهو بقى أهلاوي جدا وندم على ما فعل، وكل يوم ننزل بوست شتيمة في الزمالك، والجمهور الأهلي بدأ يحبه. ويعني الراجل زهق من الشتيمة وسب جمهور الزمالك وسب الزمالك وسب العمل الزمالك. كل ده عشان ايه؟ عشان يرضي جماهير الاهلي وترجع تحبه. هو دلوقتي حاليا محتاج شغل. يعني الناس اللي حابة كابتن ابراهيم سعيد يظهر وترجع تشوفه تاني، يعني شوفوا له حل مع مجلس ادارة الاهلي وكده، شغلوه في قناة الاهلي عشان حتى يجيب مصاريف الفيديوهات اللي بيعملها لكم. امال انتوا عايزين تتفرجوا ببلاش يعني يا جماعة؟ كل يوم ينزل بوست شتيمة في الجمهور والزمالك وكل حاجة عشان يرضى وخلاص. هو بقى أهلاوي جدا وندم على ما فعل وخلاص. يعني لو طالبين منه حاجة تانية ممكن يعملها عادي، بس أهم حاجة يا جماعة تشوفوا له بس شغلنا في قناة الأهلي عشان القعدة وحشة والدنيا صعبة وانتوا فاهمين يعني أصل كده كابتن إبراهيم سعيد بياخد ذنوب من الشتيمة طبعا في جمهور الزمالك وكده، وما بيستفادش اي حاجه يعني، وقاعد من الشغل وبتاخد ذنوب، يعني الاتنين يا كابتن ابراهيم. يعني طب حاول يا اخي ما تاخدش ذنوب، سيبك من الشغل والفلوس والكلام ده. اعمل يا عم فيديوهات ترفيه، اعمل فيديوهات تضحك، اعمل اي حاجه، اتكلم في اي حاجه مهمه، انما ما تقعدش تنزل بوستات شتيمه عشان تشتغل. طب ايه ده يا جدعان؟ ده المجتمع يعني ايه؟ مجتمع ايه ده؟ الزرط شغال على ودنه.